السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد، والفيديو ده للناس اللي بتحب الرسم والناس المبتدئة في الرسم يعني، او للاطفال وكده اللي بتحب الرسم، وكمان خاص بالناس اللي بتحب ترسم ورد. تمام، تعالوا كده ندخل الابليكيشن ونبدأ نشوفه. هو طبعا خطوة بخطوة علشان نقدر نوصل لنفس الرسمة. في كمان مندلة، أنا بحب قوي رسم المندلة فشكله تحفة قوي يعني لو احنا قلدنا زيها. بصوا شكلهم حلو قوي. تعالوا نبدأ بحاجة سهلة بس علشان ما تاخدش وقت في الفيديو. دلوقتي هنبدأ ندوس على ستارت، هيبدأ يرسم لي اول خطوة، وبعدين هيستنى لحد ما انا ارسمها على اساس ان انا برسم انا كمان. فهقول نيكست الخطوة اللي بعديها، هيبدأ يرسم لي الخطوة اللي بعديها. نيكست نيكست. لو انا عايزاه يسرع ايده هبدأ ادوس على العلامة دي، هيعمل لي الخطوة اللي بعديها على طول. نيكست. بس كده هو خلص رسم الوردة. شكلها حلو قوي، المفروض ان انا بقى ابدأ ارسمها زيه جنبها هنا وهكذا. تمام، تعالوا نمسح اللي احنا عملناه ده. بس كده اهو، هو بيقول دلوقتي ابدأي انت بقى ايه. ابدأ انا ارسم الوردة هنا، بس انا عامة ما بحبش ارسم على التليفون. انا بفضل الرسم على الورقة، امسك القلم كده وارسم على الورقة، بالنسبة لي بيبقى افضل يعني. فالابليكيشن ده حلو ان انا اخد خطوات منه، اخد مثلا افكار، اقلد. لو حد مش عارف لسه مبتدئ يبدأ يقلد الخطوات ويبدأ يعملها يعني. تمام كده. زي ما قلت لكم في مانديلا دي شكلهم حلو جدا، لو عملتوا زيها وبدأتوا تلونوها انتوا مش هنعملها دلوقتي علشان ما ناخدش وقت من الفيديو، بس انا وريتكم اهو بعض الصور منها، وانتوا ممكن تقلدوها وتنزلوا الابليكيشن. طبعا هحط لكم رابط الابليكيشن في الديسكريبشن، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.